دي بقول لك كلمتني اصلا عشان تعزمني يوم فرحها. اكنها بتديني اوردر. انا المسج دي لسه عندي لحد دلوقتي. احنا عملنا كده، احنا شله مسرح مصر كامله، خلصنا المسرح فجاه كله بيلبس بدل، في راح فرح شماسي فرح شماسي فجاه كله. لا يا مصر كلها بعت لهم اتوبيس شرق الدين وجبات وبعد لمهم من ميدان التحرير كلهم مع بعض. انما النجوم بقى اللي كانوا في العمل اساسيين في العمل، دول اللي كانوا بعت لهم عربيات بقى لوحدهم، دول بقى حبايبي وعلى قدي وملموم. انت عارف انا كنت عامله حاجه في اللو بادجت فجاه انتاجي حاجه انتاجي، فلازم اصحابي يقفوا جنبي فجم بقى. لا انت عشان الناس كلها بتحبك فكل الناس يعني انبسطت لك وكل انا الناس عايزه اقول لك في الفرصه دي يعني ان انا بجد بجد مش عارفه اشكرك ازاي ان انت نورتني. لا على ايه؟ ويعني انا بجد والله العظيم ربنا يخليك. انا والله عشان بحبك. اول ما شفتك كده بالبدله السوداء كنت عايز تطلقي. بس قلت خلاص الانسان ما بياخدش كل حاجه شايف عشان لما انام بالعرض ما تتكلمش براحتي بعد كده افكر بقى غازات اي حاجه هتعدي لي. تعالي نشوف صوره برضو من فرح. يلا اهو باشا مصر يا خلاصي. والله شفت تحس ان الصوره لازم تعمل لها كروب. مين اللي اتشال منها؟ لا انا هخليك انت وحمائي. ليه والله جوزك برنس. لا طبعا ده حبيبي ده قمر، هو عارف ان انا بهزر. كارتر عسل. ايوه لا والله عامل معاكي ايه؟ بيتعامل معاكي بلطافه؟ لا والله حلوه. هي بص الحياه في اول شهرين بجد كانوا صعبين، وانا ليا طقوس وهو ليه طقوس. بعد كده الحمد لله ابتدي تولفوا على بعض خلاص بقى بقينا يعني كاننا عايشين مع بعض مثلا بقالنا 100 سنه خلاص بقينا متفاهمين. بس انت بيتهيألي عكس حمدي خالص. يعني انا بشوف حمدي، يعني بشوف له صور على انستجرام مع مراته وكومنتات، انا حاسس انه بجد سوما العاشق تامر حسني والله العظيم. دي بيبقى دايما بعد ما بيكون لسه مقبوض عليا حبيبي قلبي يعني تحس ان هو دايما عامل حاجه غلط. ايوه ما دايما ده صلح. ليه بقى؟ يعني هي اول شهرين بيطبعوا، انا لسه بطبع في سنتين. هي لو بتقول كنا هنتطلع في شهر العسل، انا حصل معايا في شهر العسل عالمي. احنا كنا في برشلونه تمام، فقاعدين في شهر العسل وبتاع، فجاه جينا احنا بنتخانق لاسباب تافهه قوي قوي قوي. فبنتخانق ليه؟ هي عايزه تروح مكان وانا عايز اقعد دلوقتي في كافيه واروح المكان ده بعد شويه اخد نفسي، عمالين نلف. لا اروح دلوقتي، لا هنمشي، اروح دلوقتي هنمشي. انت بتمشي كلامك لسه بقى بنطبق وبتاع، هنمشي مش عارف ايه. انت طبعا حد قال لك ان انت لازم في الاول تسيطر عشان تعرف؟ ما حدش قال لي. لا انا من قبل الجواز مش مسيطر وحالي يصعب على الكافر. انا والله ماشي جنب الحيط. معلش يا حمد بس انت واخد سكه البنات. ده بقول لك ايه، ده شكله مفروم، ده شكله مفروم في البيت. حمدي لا مش في البيت بس والله، في كل حته. الناس اللي بتقابلني في اماكن عامه اسمع مني بتضربني عادي في الشارع يعني عادي بقى، حد بس انه بنهزر فاهم، فنانين بقى. جت ايه مشيت، فانا قلت زعلت بقى وهجري وراها صالحها وبتاع. فجاه ماشيه اخر التراك اللي هي فيه ظابط بوليس، فقلت صدفه يعني هتعدي من جنبه وبتاع. فجاه وقفت مع الظابط وبتشاور عليا وتعملها اسراء غلبانه بس ايه بتهب كده في الخناق تعملها بتشاور عليا. فانا ايه بقى مراتي وده لازم بقى من اولها جريت. فانا قلت هاخد موقف واروح هيتقبض عليا. جريت استخبيت كده ورا، جات لي بعد شويه. انا فاكرك جريت رحت لها. اروح لها ليه؟ بقول لك واقفه مع الظابط بتشاور على الظابط ومستغليه الفرصه ان انا ما بعرفش اتكلم انجليزي. يعني فانا مش عارف اقول للظابط انا بريء. الظابط بيتكلم انجليزي؟ ده بره في برشلونه. انا بقى مش هعرف اقول له بريء حتى. الراجل هيقول كمان عامل عبيط هيجي قابض عليا. فاستخبيت، جات لي اقنعتني ان هي قالت له وبتاع وان ده بيضايقني وبيعاكسني والحاجات دي. وانت تليق عادي مشيت ليه جدا لحد دلوقتي ليه بس شويه. فضلت ماشي معاها بقى ايه طلباتها اوامر، تقول لي ولا ها عندها الظابط. طلعت بعد ما رجعنا ان هي اصلا كانت بتقول له انا مستنيه الباص اللي بيودي فين وبتاع، فبتشاور ناحيتي. فعيشتني في الرعب ده. بس الخطه نجحت. لا وهي تعملها عادي. لا تعملها دماغ تعملها بعد كده تقعد تقول انا عملت كده ليه، عارف انت. هي عندها حته كده وقالت ده بعد ما اتجوزتك مره مثلا اللي هو مش عارفه هي عملت كده في نفسها. لا هل ندمت على القرار ده؟ لسه ما وصلتش للسؤال ده، يعني هي لسه في مرحله اللاوعي.